حبايب قلبي في كل مكان، وحشتوني جدا جدا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبأحسن حال. نبدأ فيديو جديد ويوم جديد، ونبدأ بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. صلوا على النبي كده حبيب قلبي. نبدأ ان شاء الله النهاردة الروتين بتاعنا كده مع بعض. ويوم الجمعة الروتين بتاعي بيبقى خفيف، يعني مبيبقاش فيه حاجة. بس كان عندي الهدوم دي غسلتها، كانت هدوم بسيطة، كانوا حوالي دورين كده. تمام. وبعد كده خلصت الغسيل بتاعي، وجيت على الأوضة كده بتاعت أوضة النوم روقتها. هو كانت يعني بسيطة ومفيهاش حاجة، بس عدلت الفرشة كده حبايب قلبي زي ما قلت لكم. وعلشان بيبقى يوم الأجازة بتاع جوزي، فبيبقى قاعد مع الأولاد وكده، فمبرضاش إن يكون في حاجة متعبة في اليوم ده. وده الأستاذ ساب زي ما انتم شايفين. عمال أقول له احدف لي بوسة، يقول لي يا اسطى. هو بيقول بابا كده. وبعد كده بقى دخلت على الأوضة بتاعتهم أروقها. زي ما قلت لكم هي سهلة وبسيطة، ودي الأبلة حنين. أعوذ بالله من ده الشكل. اعذرونا يا جماعة، معلش يا صاحية من النوم. ومعلش لو أنا صوتي مش واضح، أنا واخدة دور برد. فدعوات كلية بقى كده حبيب قلبي. تمام. احنا أصلا طول الشتاء يعتبر بنبقى واخدين الدور البرد ده. بس يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. كويس إني جت فيها ما جتش في الأولاد. بس يا روح ماما. وهنخلص كده ونطلع في الصلاة بتاعتنا. طبعا الصلاة دي طول النهار، لو روقتها 10 مرات هي لازم تكون منظرها أعوذ بالله. علشان الأولاد بيبقوا قاعدين فيها طول النهار بيلعبوا. حنين بتذاكر وتكتب واجبها، هي لسه في الحضانة زي ما انتوا عارفين طبعا. بس بقعد معاها تكتب الواجب، هي بتقعد مثلا تلون لوحدها. فروقتها كده وخلصت. تمام. ودخلت كده على الركن بقى. هما كانوا مبهدلين زي ما انتوا شايفين. طبعا سيف لما بيدخل بياخد فرصته بصراحة. بس كانت خفيفة برضو، مفيهاش حاجة. ده كله على فكرة والله احنا كنا الصبح، الناس اللي هتستغرب ان كنا عاملين كده الصبح. يا جماعة، باباهم بيفضل نايم متأخر شوية، هما بيبقوا صاحيين قبلنا فبيقوموا كل الحاجات دي. والغدا بتاعنا بقى اتغشينا في السمك. مامتي كانت جايبهولي يعني انه سمك مبروكة. بس بصراحة انا من ساعة ما فتحت الكيس وطلعته، انا شكيت انه ما يكونش هو، وفي دي حاجة يعني شبيهة ليه. وفعلا هو ما طلعش سمكة مبروكة، هو حاجة شبيهة ليه. تمام. بس الحمد لله يعني هو كان لحد ما كويس، هو طعمه حلو جدا. بس عيبه الوحيد ان فيه سفة كتير اوي رفيع في النساير نفسها بتاعت السمكة. فعشان العيال صغيرة وكده ما عرفوش ياكلوه، مرضوش اصلا لما لقوا فيه سفة كده. لا حنين ولا سيف رضوا ياكلوا منه. تمام. بس يلا مش مشكلة، حصل خير. اهي الناس يعني لازم تتعلم. ماما اتغلبت المرة دي، المرة الجاية تغلب مش مشكلة. بس ما اقدرش ازعلها طبعا واقول لها هو كان وحش او كده. لا هو كان حلو وتسلم ايدك وخلاص. زي ما انتم شايفين كده حبيب قلبي، انا فتحت البطن بتاعته بس وغسلتها، وحطيت عليه شوية ملح في المية وسبته. وزي ما انتم شايفين كده معانا بطاطس وبصل وفلفل وطماطم وتوم وخضرة. ومعايا اللهم صل على حضرة النبي دول. تمام. في حاجة اقول لكم عليها بس انا خايفة انسى، فخليكم انتوا معايا كده مركزين وفاكرين. انا هاخد الحاجات دي انضفها اقشرها يعني واغسلها كده وارجع لكم. غسلت الحاجة بتاعتنا كده حبيبي، ورجعت لكم تاني نقطعها كده شرايح او طرنشات زي ما بتقولوا او زي ما بتعملوا. تمام. آه وكده حشت على جنب بقى ايه، طماطم وبصل وفلفل، يعني ايه نص بصلاية، قرن فلفل، طماطماية، عود خضرة، وفصين 2 توم. هفرمهم في الخلاط علشان نحطهم تحت السمك كده. وهنملح السمك منهم، وحط كمان التوابل بتاعتنا، كمون وفلفل اسمر ودق. تمام. دق عليه توم بشطة بملح. ماشي حبايبي.
هنضربهم في الخلاط ونحشي بيهم السمك ونحطهم كده على البطاطس زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. بس بجد ما شاء الله اللهم بارك، طعمها كان كويس جدا، جربوها بجد هتعجبكم ان شاء الله باذن الله. اللي يجربها يقول لي رايه، بس انا واثقه انها تعجبكم. وباي نوع سمك، مش شرط السمك اللي انا كنت جايباه، يعني لو كان سمك بلطي كنت عملت بيه، لو كان سنجاري كان هيمشي، كل اي سمك عادي تمام. بس احنا بعد ما نخلص دولت هنحط شويه زيت وحبة توابل بملح صغيرين، نفس اللي هنحطهم على اللي احنا هنفرمهم، وايه ونلف دول في بعض، نقلبهم في بعض كويس جدا. انا قلت اقطع معاكم اهو الحاجات اللي انا هفرمها، اللي انا قايللكوا عليها: طماطم وفلفل وخضرة وبصل والتوابل بتاعتنا يا حبايبي. انا بقى بعد ما حطيت شوية دولت حطيت شوية زيت، وحطيت شوية توابل كمان بملح. يعني اي شكل عشوائي يا جماعة، انا ما كنتش برصها ولا حاجة بس انا كنت بحاول يعني ما يبقاش ده في ناحية وده في ناحية. طب انا كنت مفكرة ان انا فاصلة الكاميرا وانا بحط الزيت. طب كويس ان انا مش فاصلة. اهو زي ما انتوا شايفين كده هحشي السمكة كلها من الخلطة اللي احنا عاملينها. اخلص بقى الصينية بتاعتنا كده وارجع لكم بيها وهي مرصوصة كلها وجميلة وزي الفل، زي قلوبكم كده يا حبايب قلبي. انا اصلا على فكرة كنت بجهز الغدا وكنت مستعجلة جدا، فاي تعليقات يا جماعة معلش سامحوني. اهو ده شكل الصينية بتاعتنا بعد ما خلصت وبعد ما طلعت من الفرن اهي. ما شاء الله اللهم اكبر، اللهم بارك، شكلها جميل وطعمها كان كويس. بس قلت لكم العيب الوحيد اللي فيها موضوع السفه اللي بيبقى في اللحم نفسه، ده بيبقى مستفز عشان الاطفال. وكنت بقى عامله جنب الرز ده صينيه رز مدسوسه، سوري كنت عامله جنب السمك، سوري يا حبايبي، ده صينيه رز مع السمك كان شكلها شهي وجميل قوي. ويا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم، اشوفكم على خير الفيديو الجاي، مع السلامه يا حبايبي.